أصدقائي الأعزاء المتابعين والأصدقاء والقراء وكل الناس اللي بتهتم لايفز اوف ماي أو البث المباشر لشهر مايو. نتقابل من جديد النهاردة التلات، والموضوع اللي كلنا اخترناه في التصويت، وأعتقد دي من الموضوعات الشيقة والشائكة اللي الناس دايما بتحب إنها تتكلم عنها، من الموضوعات اللي دايما بتثير قلق وتعمل بلبلة وجدل، وعمرنا ما هنبطل نتكلم عن الموضوع ده. فكرة علاقة أنبياء الله الكرام بالآثار المصرية القديمة والحضارة المصرية القديمة. فكرة ربط الدين بالتاريخ دايما دي علاقة جدلية وشائكة، ودايما بندخل في جدال ما بين رجال الدين وبين رجال التاريخ وعلماء التاريخ والمؤرخين، ومين الأصح، مين اللي بيفرض كلمته، وهل التاريخ مرتبط بالدين ارتباط لصيق، ولا هل بنلاقي اختلافات ما بين القصص الديني والقصص التاريخي. دايما بنشوف مشاكل أو مش مشاكل، بنشوف اختلافات كبيرة ما بين القصص الديني في الكتب السماوية، وجود اختلافات ما بينها وبين القصص التاريخي، أو بالأخص ما يظهر عن طريق علم الآثار أو الحفاير اللي بتبين لنا التاريخ القديم الملموس عن طريق الحفاير اللي بيبينه لنا علم الآثار والبقايا الأثرية والحفاير اللي بتطلع لنا القطع الأثرية. يمكن الجدل ده أثير بشكل كبير لما ظهر علم خطير اسمه علم آثار الكتاب المقدس أو البايبليكال أركيولوجي. العلم ده ظهر في بدايات القرن العشرين أو حتى في أواخر وأواسط القرن التسعتاشر، ولكن تم صب الاهتمام بيه بشكل كبير جدا من بداية الأربعينات إلى النهاردة، خصوصا في الأرض المقدسة أو أرض فلسطين زي ما بتتسمى. إيه السبب للاهتمام بالعلم ده أو اهتمام العلم ده بالذات بأرض فلسطين؟ وده لأن الأرض دي كانت مهد أحداث كتير ومهد لحركات كتير، التقاء أديان والتقاء أنبياء والتقاء حضارات. وبالتالي لما العهد القديم يبتدي يوصف لنا أماكن وشخصيات وأحداث، ويبتدي يبقى فيه علم مرتبط بهذا الكتاب المقدس، هنا هنشوف فيه مش هنقول صراع برضو، ولكن هنلاقي فيه اختلافات واختلافات جوهرية. وفكرة ربط الدين بالتاريخ عن طريق كتاب مقدس وهو العهد القديم، هنا الخطورة. لكن بالذات ان العلم ده اصبح ليه معاهد وجامعات وستاف اساتذه جامعات وكم منشورات وكتب ودوريات بشكل مخيف جدا. ملايين الملايين من الدولارات بتتصرف عليه عشان يتم تأكيد على مجموعة من المعلومات اللي موجودة في العهد القديم والحث على إثباتها عن طريق الحفاير. يمكن من مدة كده فضيلة المفتي السابق الإمام دكتور علي جمعة طلع واتكلم على فكرة شبيهة، فكرة إن ليه ما يبقاش عندنا علم حفاير القرآن الكريم؟ ليه ما ناخدش القصص القرآني ونبتدي ندور عليه في البقايا الأثرية أو البقايا التاريخية؟ هل احنا ممكن نلاقي بقايا فلك نوح أو بقايا لأهل الكهف أو بقايا لأصحاب الأخدود أو أي بقايا لأقوام ذكرهم القرآن الكريم؟ ولكن في الحقيقة أنا رديت على فضيلة المفتي في جريدة الدستور وقلت إن الموضوع ده هيبقى شائك. يمكن إحنا دايما لما بنلوم على علم آثار الكتاب المقدس أو البايبليكال أركيولوجي، إحنا هنا مش عايزين يبقى في إلي للنصوص الدينية اللي في العهد القديم لمجرد إثبات أفكار تاريخية لها مغزى سياسي ولها بعد أكبر من البعد التاريخي. إن أنا لازم أثبت ما هو موجود في العهد القديم وأثبت أثريته وأثبت تاريخيته. وبالتالي لو أنا ما لقيتش آثار أو ما لقيتش أدلة أثرية أو تاريخية تثبت آيات العهد القديم، هنا هبقى في مشكلة. يا إما
آيات العهد القديم هتتغير، أو إن القطع الأثرية مش هتخدم الآيات، وبالتالي دي اللي هضطر إن أنا أغيرها. من هنا بتحصل المشكلة ويحصل الجدال. ومن هنا بنقول إنه ما ينفعش يبقى عندنا علم اسمه علم آثار القرآن، لأن هنا ما ينفعش أربط ثابت بمتحرك. الدين ثابت، النصوص الدينية ثابتة، بنختلف في تفسيرها، ولكن النص نفسه ثابت إلى يوم القيامة. المتغير هنا هو العلم، علم الآثار وعلم التاريخ والحفاير اللي ممكن تتغير مع الوقت، وممكن من عصر لعصر ومن سنة لسنة اكتشف قطع أثرية أو مجموعة من الحفاير تغير لي من وجه التاريخ ومن قراءتنا للتاريخ القديم، وبالتالي هنا المتغير اللي أنا ممكن ألعب فيه. يعني مثلا أبسط مثال، إحنا طول عمرنا فاكرين إن تمثال أبو الهول اللي في الجيزة ده أقدم شكل للكائن الخرافي اللي بجسم أسد وراس إنسان. فضلنا على هذا الاعتقاد لحد فترة كبيرة جدا، يمكن لحد الخمسينات. ولكن اكتشفنا راس تانية، جزء من تمثال أبو الهول لملك اسمه جدفرع، أخو الملك خفرع اللي نحت تمثال أبو الهول، وهو اللي تولى العرش قبليه. وده أثبت إن فكرة أبو الهول في مصر القديمة كانت سابقة لأبو الهول الجيزة. وبالتالي هنا الحفاير بتقدم لنا إعادة لقراءة التاريخ وإعادة لترتيب الأحداث التاريخية. ما أقدرش إن أنا أربط ثابت اللي هي النصوص الدينية، سواء كانت العهد القديم القرآن الكريم، بمتغير هيغير من شكله، وهيتغير مع تطور الزمن ومع التطور العلمي مع تطور الإمكانيات. وبالتالي هنا تحصل المشكلة لو إن أنا أجبرت أو أدمجت الدين بالتاريخ. نيجي بقى بشكل أكثر دقة في فكرة ربط تاريخ أنبياء الله الكرام بالحضارة المصرية القديمة. يمكن هحكي لكم كده حدوتة صغيرة عملت بلبلة كبيرة جدا، وعملت مشكلة كبيرة، ويمكن نامت في وقت من الأوقات وطلعت تاني من سنتين أو من سنة ونص تقريبا. من فترة كده ظهرت مجموعة من الادعاءات عن وجود تسريب لمكالمة تليفونية ما بين اتنين مهتمين بالآثار، مهتمين بالتاريخ والماورائيات. واحد فيهم بيقول للتاني إن هو بيشتغل في مجال المقاولات أو ما يخص عمليات البناء، وراح وهو بيحفر في منطقة ما بين الصف وأطفيح، ولقى هناك كهف أو مغارة. المغارة دي لقى فيها نوع غريب من الرخام اسمه التريستا. التريستا ده نوع من الجرانيت بيتلاقى بس في جنوب سيناء أو أسوان. نوع الجرانيت ده كونه يبقى موجود في الجيزة ما بين الصف وأطفيح ده شيء نادر وغريب. ومن مميزات الجرانيت ده إن هو مقاوم للرطوبة ومقاوم للحرارة، وليه قدرة على حفظ الأماكن اللي هو بيبقى موجود فيها، وبالتالي بيحفظ أي حاجة أنت ممكن تغلف بيها الأوضة عن طريق التريستا دي. كان المدخل، دي كانت البداية المثيرة للقصة. القصة تكتمل بإن واحد من اللي بيكلمه بيقول، سواء هو أو حد تاني، دخل جوه المغارة ولقى إن في مجموعة كبيرة من الحجرات والممرات السرية، ومجموعة من الأعمدة الضخمة بنلاقي فيها آلاف الآلاف من الكنوز المذهبة والحلي، زي ما يقول كده مغارة علي بابا أو مقبرة توت عنخ آمون. كمية كبيرة من البرديات واللفائف والوثائق اللي فيها كنوز مصر القديمة وأسرارهم والعلوم الباطنية اللي هم بيحتفظوا بيها. ولكن الأخطر من كده، الادعاء اللي في القصة هو وجود 4 توابيت موجود فيها 4 مومياوات أو 4 جثامين ل4 أشخاص. اللي بيحكي القصة بيقول إن هو لقاهم وكأنهم أشخاص نايمين مش ميتين، في منتهى الهدوء وكأنهم نايمين. وتم تعريف ال4 جثامين دول إن هم 4 من أنبياء الله الكرام. القصة دي
عملت بلبلة بشكل كبير جدا، وعملت لغط، وابتدت الناس ان هي تتكلم على الموضوع ده، لدرجة ان المكان اللي تم التعريف بيه اتسمى بوادي الملوك الاول. ده نوع من التقريب لوادي الملوك الثاني او وادي الملوك الاصلي الموجود في الاقصر، اللي مدفون فيه اهم ملوك الدولة الحديثة في المقابر بتاعتهم اللي محفورة في بطن الجبل. وبالتالي أطلق على هذا الوادي الغريب أو المجهول أو الوهمي وادي الملوك الأول. الخطورة مش هنا، الخطورة الأكبر كمان في إن الشخص المدعي بتأكيده إن الأربع جثامين دول لأربعة من الأنبياء الكرام ادعى إن 3 منهم هم النبي إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والنبي يوسف، والنبي موسى. أما التابوت الرابع فهو للنبي سليمان عليه السلام. التحديد ده بشكل ثابت أو بشكل قطعي هنا الخطورة الكبيرة اللي أنا هشرحها لكم بعدين. هنتكلم ليه الفكرة بتاعت تحديد الأنبياء ودفنهم هنا في مصر ليها مغزى وبعد في منتهى الخطورة. القصة دي على قد ما هي شيقة وعلى قد ما هي مثيرة وبتثير الجدل وعملت بلبلة كبيرة جدا، وابتدت الناس ان هي ترد على الموضوع ده سواء كانوا رجال دين او رجال اثار وتاريخ. الموضوع هنا خطورته او اهميته ان الشخص اللي بيتكلم ده ليه ما صورش الحفاير او ليه ما صورش الكهف اللي اتكلم عنه، وخصوصا ان احنا في عصر التكنولوجيا، يعني ممكن عن طريق موبايل صغير بكاميرا ممكن يصور لنا الوادي ده. ليه ما طلعش بأي قطعة من الحلي اللي هو اتكلم عنهم؟ ازاي المغارة المهولة اللي فيها كم كبير من المومياوات والكنوز والعالم السحري الرهيب ده مفكرش ان هو يصوره او يصور نفسه جوه، او ان هو ياخد اي قطعة كتذكار حتى لهذه المغامرة الرهيبة او كدلالة على صدق كلامه؟ للأسف الشديد في ناس ابتدت ان هي تصدق الموضوع ده وتروج له وتروج للقصة على انها هي حقيقة دينية وتاريخية. ابتدت ان هي تربط بشكل كبير الدين بالتاريخ بالآثار بأرض مصر بالحضارة المصرية القديمة. ولقينا كم كبير من الفيديوهات اللي موجودة على اليوتيوب عليها آلاف المشاهدات، بل توصل لملايين، لناس بتسرد القصة دي وبتأكدها، وناس دي غير متخصصين ما لهمش أي سجل علمي أو أي خلفية تاريخية أو أثرية، ولكن للأسف الشديد طريقة سردهم للقصة خلت الناس تصدق إن في حاجة اسمها وادي الملوك الأول، وإن في مجموعة من أنبياء الله الكرام مدفونين في أرض مصر، وبالتالي لازم ندور أو نبحث عن الموضوع ده. ولكن قيل إن تم المنع في الكلام ده أو ممنوع إن هم يتكلموا أكتر من كده. من هنا تم التشويش على هذا الموضوع وإغلاقه، لأن مفيش أي تفاصيل هيقدروا يسردوها، لأن مفيش أي معطيات أو أي معلومات حقيقية ممكن يقدموها على القصة الغريبة دي. طب لما نيجي نسرد تاريخ الأنبياء الكرام وعلاقتهم بمصر القديمة، احنا عندنا كام نبي معروف زاروا مصر القديمة؟ في العديد والعديد من الأنبياء الكرام، في أنبياء كتير احنا ما نعرفهمش عاشوا على أرض مصر، لم تذكرهم الكتب الدينية، لم يذكرهم القرآن الكريم، ولكن نحن نؤمن بوجودهم على أرض مصر ووجودهم برسالات بثوها للمصريين القدماء. الأنبياء الكرام المعروفين اللي احنا عارفين وجودهم في مصر هو نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام، النبي يعقوب وابنه يوسف وبني إسرائيل أو ال60 فرد اللي جم مع النبي يعقوب. ثم بعد جيلين أو 3 ظهر سيدنا موسى عليه السلام من بني إسرائيل. ثم في القرن الأول الميلادي هنلاقي الرحلة المقدسة اللي خاضتها السيدة عذراء مريم ومعاها ابنها الوليد المسيح عيسى عليه السلام. خلينا نتفق ان كل
الرحلات وارتباط الأنبياء الكرام بأرض مصر القديمة تم بأمر إلهي، ما تمش برغبة منهم هم، ولكن هي كانت رسالات مأمورين إن هم يبلغوها، وبالتالي علاقتهم بالمصريين القدماء أو الحضارة المصرية القديمة أو أرض مصر هي رسالات بخطوات محسوبة هم بيقوموا بيها، وبالتالي كل ده ارتباطه بالدين هو شيء أساسي، ولكن ارتباطه التاريخي هنا اللي بنلاقي عليه الجدل الكبير. سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كان عايش في أور كلدانية وارتحل منها على أرض كنعان وتزوج بالسيدة سارة، ثم هبط على أرض مصر واصطحب معاه السيدة سارة، وادعى على حسب ما ذكروا العهد القديم بأن هي أخته مش زوجته، وده حتى ينفر منها الملك اللي موجود في الفترة دي. ولكن العهد القديم لم يخبرنا اسم الملك، واخبرنا ان هو فرعون، وهنلاقي ان كلمه فرعون ذكرت اكثر من مره في العهد القديم دون تحديد لاسم او دون تحديد لفتره زمنيه او عصر. ودي من الاشكاليات اللي الاسرائيليات بتلعب فيها. سيدنا ابراهيم عليه الصلاه والسلام مكوثه في مصر الفتره اللي قعد فيها كان جاي بامر الهي، ولكن كونه ارتحل من أرض كنعان لأرض مصر ابتدى إن هو يبعد عن أرض فيها مجاعات وفيها مشاكل اقتصادية، ثم هبط لأرض إلى حد كبير كان فيها نظام وكان فيها سيستم اقتصادي وسيستم سياسي، وبالتالي ده اللي خلاه بجانب الأمر الإلهي إن هو يجي لمصر إن هو يرتحل لأرض منظمة هيبتدي يتناقش مع الناس اللي عايشين فيها، وابتدي ان هو يتحاور معاهم. في عندنا مقبرة مشهورة قوي في المنيا اسمها مقبرة بي 32. المقبرة دي بتاعت حاكم اقليم، وهو بيستقبل مجموعة من الرعايا الاسيويين، من ضمنهم واحد اسمه إبشة. إبشة ده واحد لابس الزي الاسيوي، اللبس المتخطط اللي عليه الوان، ومع حمار وزوجة ومجموعة من الأفراد. في ناس ابتدت تربط زيارة إبشة بسيدنا إبراهيم، أو إن إبشة ده هو إبرة أو إبراهيم، أو إن دي الزيارة اللي قام بيها سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى أرض مصر، وتم تسجيلها من قبل المصريين عن طريق صاحب المقبرة ونقشت باسم إبشة. ولكن في الحقيقة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما نزل أرض مصر مثبت في العهد القديم إن هو كان في علاقة مع فرعون، وبالتالي كان في علاقة مع حاكم كبير. ما نعرفش اسم الحاكم ده، ما نعرفش مدى سلطاته، ولكن واضح إن هو كان صاحب سلطة كبيرة أكبر من سلطة حاكم إقليم. ارتحال سيدنا إبراهيم من مصر وعودته مرة تانية لأرض كنعان، رحل ومعاه جارية زي ما العهد القديم بيقول، ولكن الاحتمال الأكبر إن هي أميرة تم أسرها وباعها بعد كده كجارية، اللي هي السيدة هاجر عليها أفضل السلامات. السيدة هاجر اللي أنجبت منه بعد كده الابن الأكبر اللي هو النبي إسماعيل اللي هو أبو العرب. من هنا بيحصل جدل الشائع، هل السيدة هاجر هي أمة أو عبدة أو هي أميرة مصرية تم أسرها؟ لو خدنا الفكرة بتاعت كونها أميرة مصرية وتم أسرها، معناها إن سيدنا إبراهيم دخل مصر في أواخر الدولة الوسطى وبدايات عصر الهكسوس، أو فترة وجود انحدار ما بين الدولة المركزية ووجود أقاليم متناحرة أو أسر مصرية متناحرة ما بين الأسرة 13 و 14 اللي كانوا بيحكموا مصر بشكل منفصل. وبالتالي سيدنا إبراهيم لما جه أرض مصر لقى نهايات حكومة منظمة، نهايات دولة قوية، وبدايات دولة منهارة، نهايات نظام اقتصادي ونظام فكري ونظام ثقافي، وبدايات انحدار.
وبالتالي هو ما جاش على دولة قوية متكاملة، هو جه على دولة مهزوزة، ولكن ليست دولة مهزوزة تماما، ولكن هنقدر نقول إن هي دولة فيها بقايا علم وبقايا معرفة وبقايا اقتصاد، وده اللي خلاه ياخد مجموعة من العطايا ويرجع بيها تاني على أرض كنعان. هنيجي لعصر سيدنا يوسف عليه السلام، وقبله كان سيدنا يعقوب أبوه سكن أرض كنعان وكون مجموعة من المراعي مع أبنائه ال12، وعارفين احنا طبعا القصة الشهيرة بتاعت الإخوة ال11 اللي رموا أخوهم الأصغر يوسف محبوب أبوه في البير، وجات الطائفة من الإسماعيليين اللي خدوا الولد ودخلوا بيه على أرض مصر، والجدل الشهير العزيز اللي خده، هل هو ده حاكم مصر أم هو شخص أضعف من كده أو سلطته أضعف؟ هنلاقي إن في العهد القديم هو بوتيفار هو قائد الشرطة ده باللفظ، ولكن اللي بنكتشفه إن بوتيفار سلطته أكبر، وإن هو قدرته على الرعاية أو السلطة هنلاقي أكبر من كونه قائد شرطة، ولكن بيوصل إن هو يكون حاكم خزانة أو مسيطر على الأراضي الزراعية، معناها إن هو يكاد يكون بمثابة رئيس وزراء. الإشكالية دايما اللي بنلاقيها في قصة سيدنا يوسف عليه السلام إن هو بعد قصة شهيرة لما بيدخل في مشكلة مع زوجة العزيز، بيلقى في السجن، يخرج من السجن يبقى في رعاية الملك، ثم بيصبح هو الأمين على خزانة مصر، وثم يستدعي أهله و60 نفس من أهله، أبوه سيدنا يعقوب وإخواته. فكرة الدخول والخروج المتكرر وصعود واحد من القبائل المجاورة لمنصب ضخم يوصل لرئيس الخزانة وهو بدون أصل مصري، معناها أن مصر في الوقت ده ما كانتش مصر. مصر في الوقت ده كانت تحت حكم غير مصريين. ازاي ان المصريين يرتضوا ان شخص مش مصري يوصل ان هو يبقى رئيس خزانتهم؟ معناها ان دي ما كانتش حكومة مصرية. المصري عمره ما يرضى يدخل عنصر غير مصري في المناصب العليا للدولة. وبالتالي هنا هنتأكد ان عصر سيدنا يوسف ما كانش عصر دولة مصرية. القصة حصلت على أرض مصر، ولكن لم تكن حكومة مركزية مصرية، قد تكون حكومة من الهكسوس، وده الاحتمال الأكبر والأشيع. فكرة الدخول والخروج المتكرر لبني إسرائيل دي من النواحي اللي بتبين لنا إن ما كانش فيه سيطرة على الحدود. بداية من الدولة القديمة الحكومة المصرية كانت مسيطرة على الحدود بشكل قوي جدا. الدولة الوسطى كان فيه حائط صد ضخم موجود في الناحية الشمالية الشرقية من أرض مصر، سور كبير اسمه سور أمن محات، وعندنا قلعتين مشهورين عند أسوان اسمهم قلعة قنا وقلعة سمنة، دي هنلاقيهم جنوب أسوان في النوبة. معناها إن الحدود كان مسيطر عليها. قصة سنوح الشهيرة اللي في عهد الدولة الوسطى، وزي إن واحد كان بيعاني عشان يهرب من الحدود المصرية وعايش ذليل في أرض كنعان لحد ما بقى أمير، ولكن اشتياقه إن هو يرجع مصر مرة تانية. في ناس بتربط ما بين قصة سنوحي وقصة سيدنا يوسف، ولكن لو دققنا في التفاصيل هنلاقي إن واحد صعب يخرج بره مصر ثم يقدم طلب إن هو يرجع مرة تانية رغم إنه أصبح أمير في كنعان، وإنه كان مستني على أحر من الجمر موافقة الملك إن هو يرجع، دلالة على وجود نظام أمني ودبلوماسي وحكومة قوية مركزية ليها عادات وتقاليد وليها أعراف شديدة الصلابة. إنما على العكس الشديد بنلاقي قصة سيدنا يوسف الدخول والخروج المتكرر بسهولة ويسر، دلالة على إن الحدود مفتوحة، إن بني إسرائيل دخولهم وتجارتهم المستديمة مع أهالي أو حكام هذه الأرض كان شيء سهل جدا. نيجي لعنصر تاني مهم، إن سيدنا يوسف لما استدعى أبوه وأهله
خلاهم يسكنوا في أرض من أجمل أراضي مصر، وهي أرض جوشن أو أرض جاسان اللي هي موجودة دلوقتي في الشرقية. ومعروف إن أرض جاسان دي من أهم وأفضل الأراضي الزراعية المصرية لحد دلوقتي. أرض الدلتا من أجمل الأراضي الزراعية اللي عندنا، بالأخص أرض الشرقية، وتعتبر من أجمل المزارع في منطقة أثرية دلوقتي هناك اسمها تل اليهودية بالقرب من الإسماعيلية. هنلاقي إن المنطقة دي كانت زمان من أجود الأراضي الزراعية، وسيطرة سيدنا يوسف على وضع الاقتصاد والوضع السياسي، وإن هو يقدم لأهله أفضل أرض زراعية، على عكس المصريين اللي كانوا بيعانوا من الضرائب وبيعانوا من الجفاف وبيعانوا من سوء الأحوال. ده بيبين لنا إن بالفعل اللي كان قائم على حكم الدولة دي ما كانوش مصريين. 99% هم من الهكسوس، وال1% ده احنا مستنيينه من الأدلة الأثرية. وبالتالي وجود سيدنا يوسف وقومه على أرض مصر كان برعاية من أقوام مشابهة لأقوام سيدنا يوسف عليه السلام. دول قبائل كنعانية ودول قبائل آسيوية، بالتالي هنلاقي تعاون ما بين الأقوام دي. سيدنا يوسف لما عزم أهله وجابهم مصر عمل لهم احتفالية ضخمة كبيرة جدا، عمل لهم مأدبة ابتدت الناس إن هي تيجي وتاكل وتشرب احتفالا بقدوم أهل العزيز الجديد أو الأمير الجديد سيدنا يوسف. ولكن المثير في الأمر إن حكمة سيدنا يوسف إنه ما عملش عزومة واحدة أو عزومتين، ده عمل 3 عزومات، 3 مائدة، مأدبة لأهله لبني إسرائيل، مأدبة لكبار رجال الدولة، ومأدبة للمصريين. طب ليه عمل 3 مائدة؟ هل هو بذخ أو صرف؟ الحقيقة كان الموضوع أعمق وأبعد من كده. سيدنا يوسف عارف إن المصريين عندهم عادات وعندهم تقاليد وعندهم أعراف شديدة الصلابة وشديدة التعقيد، بما فيها عادات الأكل والشرب. المصريين كان عندهم عادات مهمة جدا، ودي عرفناها عن طريق مجموعة من الآداب أو الحكم والأمثال اللي سابوها لنا الحكماء المصريين القدماء. منها حكمة: يا بني كل من الطبق الذي أمامك ولا تنظر إلى الطبق الذي بجوارك. دي اللي هنلاقيها موجودة في الحديث النبوي الشريف: يا بني سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. معناها ان المصريين القدماء كان عندهم آداب وآداب طعام، على عكس الأقوام الآسيوية اللي جت. المصري بيقرف قوي من طريقة أكلهم، اللي بياكلوا بشكل همجي وبياكلوا بشكل بربري. وبالتالي سيدنا يوسف احترم العقلية المصرية وعمل المصريين مأدبة منفصلة منعزلة، المصريين ياكلوا فيها براحتهم بعاداتهم وتقاليدهم، ويبقوا بعيد عن عادات وتقاليد الأقوام الآسيوية اللي للأسف الشديد كانت هي اللي مسيطرة على الوضع السياسي والاقتصادي في الوقت ده. من ضمن الأساطير اللي بتتقال على علاقة سيدنا يوسف بالحضارة المصرية، في ناس ربطت ما بين سيدنا يوسف وبين واحد اسمه يويا اللي هو حمى أخناتون. وقيل إن يوسف أو سيدنا يوسف عليه السلام هو يويا حمى أخناتون، وإن الاسمين قريبين من بعض، يويا ويوسف، والاتنين من أصل آسيوي شامي، بالتالي الاتنين واحد. في واحد اسمه أحمد عثمان كان صحفي في الثمانينات، عمل كتاب غريب كده اسمه غريب في وادي الملوك. يعني هو الكتاب غريب وهو سماه غريب. بيتكلم فيه عن القصة دي، إن يويا هو سيدنا يوسف، ودعمه بالفكرة دي واحد صديق ليه مهندس اسمه سيد كريم، برضو عمل مجموعة من الكتب عن الحضارة المصرية القديمة لا علاقة لها بالحضارة المصرية القديمة، ولكن عملت مبيعات وعملت حالة من الجدل والبلبلة، منها قصة سيدنا يوسف وربطه بيويا. وابتدى ان هو يربط الأصل الآسيوي ما بين يوسف ويويا، الربط اللغوي ما بين كلمة يوسف ويويا، وابتدى يربط ما بين الكنوز اللي خدها سيدنا يوسف من منصبه، ومنها خاتم أو خاتم الوزارة وعجلة حربية. ولقينا خاتم
وعجلة حربية في مقبرة يويا. وبالتالي هنا اللي ذكر في العهد القديم ابتدوا ان هم يدوروا عليه ويحاولوا يثبتوا وجوده او يعملوه تقريب في مقبرة يويا، ولكن مفيش اي علاقة لا زمنية ولا مكانية ما بين سيدنا يوسف ويويا حما اخناتون. مين يويا ده اصلا؟ ده واحد من الكهنة من اصل شامي اسيوي، ولكن هو عاش في مصر ووصل لمكانة كبيرة، وكان حما اخناتون، كان اب الملكة تي اللي تزوجها اخناتون وخلف منها ابو امنحتب الثالث. انا اسف، هو مش ابو، مش حما اخناتون، هو حما امنحتب الثالث وجد اخناتون. بالتالي هنلاقي الربط الكبير ما بين تويا جد اخناتون وحما امنحتب الثالث. هنلاقي هنا الربط، مفيش اي ربط زماني او مكاني لسيدنا يوسف. تويا لما مات اتدفن في مقبرة في وادي الملوك رقمها TT 46. اكتشفنا فيها مجموعة كبيرة من الكنوز، والكنوز دي اتنقلت كاملة إلى المتحف المصري في التحرير. من بين عوامل الربط إن يويا توفى عن عمر 110 سنة، وسيدنا يوسف توفى عن عمر 110 سنة. من ضمن برضو حالات الربط إن يويا خد لقب أبا فرعون، وسيدنا يوسف خد في العهد القديم لقب أبا فرعون، وبالتالي ابتدى يبقى في ربط ما بين الشخصيتين. ولكن في الحقيقة اللقب ده كان منتشر بشكل كبير جدا لكل كبار رجال الدولة، ممكن نقول إن هو تم ورثه من الدولة الوسطى وما بعدها. هنلاقي إن الجثمان بتاع يويا موجود دلوقتي في المتحف المصري. سيدنا يوسف لما تم دفنه في مصر في جنازة مهيبة بعد وفاته، هنلاقي إن بعد كده سيدنا موسى مع خروج من مصر في الخروج الأول أو الخروج الكبير، ربنا سبحانه وتعالى أمر إن هو يبحث عن جثمان سيدنا يوسف ويتم نقله من مصر كي يدفن في أرض الشام. بالتالي هنا نحن متأكدين تماما ان سيدنا يوسف مش مدفون في مصر، على عكس يويا اللي احنا عارفين فين مقبرته، عارفين فين الموميا بتاعته، عارفين قصة حياته، عارفين كل تفاصيله، وبالتالي عارفين ان هو لا علاقة ما بين يوسف وبين يويا. نيجي بقى لفترة زمنية ما بين سيدنا يوسف وبين سيدنا موسى. أكتر من جيلين هنلاقي إن سمعة بني إسرائيل تحولت من ملاك أراضي ومن أصحاب سمعة طيبة ومن أصحاب مناصب عليا إلى مجموعة من الناس اللي سمعتهم أصبحت سيئة، أصبحوا يعاملوا معاملة سيئة، يعاملوا معاملة العبيد والخدم. وبالتالي دي كانت من الدعاية اللي هم خدوها بعد كده، وادعوا إن هم اشتغلوا عبيد عند المصريين وبنوا الأهرامات والكلام الفارغ اللي لا يمت للحقيقة التاريخية أو الأثرية بأي صلة، لحد ما بنوصل لعصر سيدنا موسى. وده العصر اللي دايما بيحصل فيه جدل وبيحصل فيه القصص الشائكة والعالم كله بيحب ان هو يتكلم عنها. قصة سيدنا موسى اللي احنا كلنا عارفينها كلنا حافظينها، ولكن ايه علاقة سيدنا موسى بالحضارة المصرية القديمة وبملوك مصر القديمة؟ في ناس بتحب تربط سيدنا موسى بأخناتون، وقالوا ان سيدنا موسى هو أخناتون، وان بيكون سيدنا موسى جاء بدعوة التوحيد او ان هو جاء بعبادة الله الواحد الأحد في الوصايا العشر، وبالتالي هي نفس الفكرة بتاعت أخناتون اللي دعا لعبادة المعبود الأوحد. في ناس قالت لأ، زي سيد القمني اللي قال لك لأ، ده ما كانش أخناتون هو موسى، ولكن أخناتون ده كان أحد أتباع النبي موسى، ولما فشلت الفكرة دي سيدنا موسى أو العكس، سيدنا موسى كان أحد أتباع أخناتون، ولما فشلت دعوة أخناتون سيدنا موسى
خد بقايا الدعوة دي وكون الجماعة بتاعته وخدهم وهرب بيهم بره مصر، وإن السبط اللاويين اللي هم حماة الشريعة هم اللي ورثت إخناتون بدعوة التوحيد بتاعته. طبعا كل ده كلام غير منطقي، ومفيش أي أسانيد علمية ولا دينية ولا تاريخية ولا أثرية تثبت الكلام ده. ولكن للأسف الشديد في بث كبير للمعلومات دي في صورة كتب وفي صورة محاضرات وفي صورة فيديوهات، وللأسف الشديد بينتشر بشكل كبير جدا وبيتم ترديده باستمرار. فكرة ربط إخناتون بسيدنا موسى وإن هما الاتنين شخص واحد، أو إن سيدنا موسى تابع لإخناتون أو إن هو ورث عنه فكرة الزعامة الدينية، طبعا ده فكر خاطئ تماما. أولا إن سيدنا موسى كان في عصر مختلف تماما عن إخناتون، الاتنين زمنيا كانوا بعيد جدا عن بعض. طب الناس اللي بتسأل طب سيدنا موسى عاش في أنه عصر وعاش في عصر أنه ملك؟ 99% من الاحتمالات إن سيدنا موسى كان في نفس الفترة الزمنية اللي عاصرها سيدنا يوسف، وبالتالي كان في عصر الهكسوس. وبالتالي فكرة الخروج الكبير وفكرة فرعون اللي ارتحل خلف قوم موسى وبني إسرائيل احتمال كبير جدا إن هم يكونوا من الهكسوس، بل إنه احتمال قوي وشبه مؤكد. فكرة فرعون هل هو لقب أو اسم؟ الموضوع ده خد جدليات كبيرة جدا وتناقشنا فيه بشكل كبير، وأصبح 90% أو 99% من الآراء بترجح إن فرعون هو اسم وليس لقب. التوراة بتدلنا على إن فرعون هو صاحب منصب، ولكن بدون وصف لاسمه الحقيقي. بالتالي هنلاقي في ذكر قصة سيدنا إبراهيم في فرعون، في قصة سيدنا يوسف في فرعون، في قصة سيدنا موسى فرعون، في قصة ششاق فرعون، هنلاقي في قصة سنحريب في الغزو الأشوري لمصر ذكر فرعون. وبالتالي مفيش ذكر لاسم هذا الفرعون. لغويا تم التقريب على أن فرعون هنا هو اسم وليس لقب، وبالتالي هو شخص اسمه فرعون هو صاحب عملية الخروج الكبير أو المطاردة اللي تمت لبني إسرائيل. السؤال اللي كل الناس بتحب تسأله واللي كل الناس بتدور عليه واللي بيحصل عليه الجدل الكبير هو ليه ما في ذكر للأنبياء الكرام على الآثار المصرية القديمة؟ خلينا ناخد الموضوع من الناحية العقائدية. الأنبياء الله الكرام جايين بمجموعة من الأفكار على رأسها قصة التوحيد، أفكار لا نقاش فيها، لا جدال فيها، لا مواربة فيها، يا تؤمن بالفكرة دي يا لا تؤمن، مفيش أي موائمات. بيبعثوا لأقوام بالذات في مصر القديمة هي عبارة عن أقوام يحكمها نظام قوي، نظام عريق، نظام شديد التعقيد، وبالتالي صعب إني ألاقي النظام ده ممكن إن هو يؤمن بهذه الفكرة بسهولة، أو حتى لو آمن بيها على مضض إن هو يبتدي ينقشها على جدران معابد أو مقابر، أو إن هو يصنع لها مجموعة من الآثار الخاصة بيها. احنا لقينا الجدلية الضخمة اللي عملها أخناتون لما غير من العقيدة بتاعت أهله وأجداده، ابتدى إن هو يعمل عقيدة جديدة. الموضوع كان ثوري بشكل كبير جدا، ومع وفاة أخناتون انتهت الدعوة الأتونية بتاعته واندثرت تماما، وعاد المصريين القدماء إلى عقيدة أجدادهم كما كان. وبالتالي صعب إن لم يكن مستحيل إن أنا ألاقي ذكر للأنبياء الكرام على الآثار المصرية القديمة. فكرة أن أصلا الكتابة الهيروغليفية هي كتابة قايمة على التصوير، تصوير مختلف المعبودات، مختلف القرابين، وبالتالي هنلاقيها مختلفة تماما عن الفكر التوحيدي اللي نزل بيه أنبياء الله الكرام. المقارنة ما بين الفكر التوحيدي عند أخناتون وعند الأنبياء الكرام هنلاقي إن أخناتون وحد كل المعبودات
أو نبذ كل المعبودات وصعد معبود قديم معروف، نفض من عليه التراب وطلعه من جديد وسماه أتون اللي هو قرص الشمس. هو جسد هذا القرص وعمله في شكل ثنائي الأبعاد، قرص شمس بينزل منه أشعة، الأشعة دي بتنتهي بإيدين بتمد الإخناتون علامة العنخ أو علامة الحياة. وتعالى الله سبحانه عن التجسيد وعن الرسم سبحانه وتعالى. مفيش أي الدين سماوي بيسمح بهذا الشكل، حتى الوصايا العشر كانت بتمنع إقامة التماثيل والمحاريب كتجسيد. وبالتالي هنا ده أول اختلاف جوهري ما بين التوحيد بتاع إخناتون وبين التوحيد السماوي. تاني حاجة إن إحنا عندنا مجموعة من الأناشيد ألفها إخناتون اسمها الأناشيد الأتونية، توصف علاقة إخناتون بأبوه ومعبوده اللي هو أتون. لو قريناها مش هنعرف هو بيتكلم عن مين، هو بيتكلم عن المعبود بتاعه ولا عن نفسه، ولا إن هو المعبود تجلى من خلاله أو حصل نوع من الحلولية ودخل جواه وكأن الاثنين أصبحوا شيء واحد. طبعا الفكرة دي في الأديان السماوية مش مظبوطة، مش موجودة. علاقة الإنسان بربه واضحة بشكل كامل. الحاجة الثالثة والأهم والأخطر إن أخناتون تبرأ من العالم الآخر وأنكر العالم الآخر تماما، وده عمل بلبلة في المجتمع المصري القديم، خلى الناس مبقاش عندها ثواب وعقاب، مبقاش فيه حق وباطل، مبقاش فيه حاجة اسمها إن أنا بخاف من الآخرة. وبالتالي خلى إن كل واحد عايش حياته ولكن مؤمن بأفكار إخناتون يطلع بقى مختلس لص نصاب قتال قتلة، ولكن كونه في البوتقة بتاعت إخناتون، وبالتالي هو محمي في العالم الآخر. وده اختلاف كامل في فكرة الثواب والعقاب والحق والعدالة اللي قامت عليها الحضارة المصرية القديمة واللي قام عليها الأديان السماوية، إن في زرع في الدنيا وحصاد في الآخرة، وإن اللي أنت بتحصده بتزرعه في الدنيا من أعمال خير، من أعمال حق، من باطل، من شرور، ستحصده في الآخرة لما تبعث مرة تانية. يمكن العقيدة اليهودية لم توضح أو لم تظهر فكرة العالم الآخر بشكل واضح إلا في القرن السادس خامس قبل الميلاد مع كتابة التوراة، وده نتيجة التأثير اللي هم تأثروا بيه من الحضارات القديمة. بالتالي هنا هنلاقي اختلاف كبير ما بين الفكر الأتوني أو التوحيد الأتوني وبين التوحيد السماوي، وبالأخص التوحيد اللي نزل بيه أنبياء بني إسرائيل. بالتالي هنا هنلاقي اختلاف ضخم ما بين الفكرين، ويستحيل أن أخناتون يكون هو سيدنا موسى أو أحد أتباع سيدنا موسى، أو أن سيدنا موسى كان أحد أتباعه. بالتالي هنلاقي هنا القصة مرفوضة تماما. نيجي بقى لمرحلة تانية وهي المرحلة الأهم والأخطر، إن هو بعد مرور مرحلة كبيرة من الخروج الكبير، سيدنا موسى بيعيش فترة من حياته مع بني إسرائيل في أرض سيناء وبيحصل فيها العصيان والكفر، ثم بيخرج سيدنا موسى على قومه برفض الأعمال الكفر اللي هم بيعملوها، وبيحصل التيه الكبير اللي بيقعد 40 سنة لأن يخرج جيل مؤمن يبتدوا إن هم يدخلوا أرض كنعان على إيد يوشع بن نون. وبيعيش بني إسرائيل عصر اسمه عصر القضاة، ده حوالي من 100 150 200 ما بنقدرش إن احنا نحدده، ولكن دول مجموعة من القبائل تتحد مع بعض. بيتم الحكم، ليس الحكم القضائي ولكن الحكم بالشريعة، ولكن اسم القضاء أو عصر القضاء هنا كرمزية، ولكن هو كان حكم ديني عشائري. بعد كده بيتم تكوين مملكة كبيرة اللي هي مملكة إسرائيل على إيد شاول أو طالوت اسمه في القرآن الكريم. ومن بعده بيجي الشاب الصغير اللي بيقدر إن هو ينتصر على جالوت أو جولث ويقضي عليه ويقيم أو يطور من المملكة، وهو الملك داود، سيدنا داود عليه السلام.
بيوسع المملكة بتاعته، ثم يرثها من بعده سيدنا سليمان عليه السلام. وعارفين طبعا احنا القصة الشهيرة بالثراء الكبير لسيدنا سليمان، تكوينه لمجموعة ضخمة من الاسطبلات وهو كان عاشق للخيل، تأسيسه للهيكل الشهير هيكل سليمان، وانه استعان بالجن واستعان بأمهر الصناع. وعرفنا ان هو استعان بمجموعة كبيرة من المهندسين والعمال من أرض فينيقيا، وإن ملك حرام ملك فينيقيا اداله كم كبير من الأخشاب والمواد الخام ومدوا بالمهندسين والعمال، دلالة على إن بني إسرائيل ما كانش عندهم أي مهارة لا علمية ولا فنية ولا هندسية إن هم يقيموا المعبد بتاعهم ده. طب في الوقت ده كان في علاقة ما بين سيدنا سليمان وملك من ملوك مصر القديمة، وإن الملك ده يحتمل إن هو يكون من أسرة 21 أو 22. بنتكلم هنا على سنة 1000 قبل الميلاد أو 1100 قبل الميلاد. حصل تزاوج أو مصاهرة ما بين هذا الملك وقدم بنته تبقى زوجة لسيدنا سليمان عليه السلام. الإشكالية اللي دايما الناس بتتكلم عنها عن قصة مملكة إسرائيل، ومملكة إسرائيل الضخمة اللي بتمتد من النيل للفرات، وأن سيدنا سليمان أسس لمملكة ضخمة ورهيبة بتمتد حدودها لحدود ضخمة اللي بيتم البحث عنها دلوقتي. هجاوب لكم بقى على السؤال اللي أنا سألته واتكلمت عنه في أول الحلقة، وهو ليه اكتشاف أو أسطورة وادي الملوك الأول لها بعد أخطر من البعد الديني أو البعد التاريخي. الادعاء إن سيدنا سليمان مدفون هنا في مصر، إن مملكة إسرائيل أو المملكة الكبرى لسيدنا سليمان كانت أرضها هنا في مصر، والامتداد من النيل الفرات أسسه سيدنا سليمان هنا في مصر. ولكن المعلومة دي خاطئة تماما. المملكة دي أو الامتداد ده كان بتاع الملك المصري العظيم تحتمس الثالث. وعندنا من الأدلة التاريخية والأثرية أن الراجل ده خاض جيش قوي وصل بيه لحد نهر الفرات، والجيش حط لوحة يصف بيها توسع الجيش المصري إلى أقصى حدود ليها، وهي إمبراطورية النيل للفرات أو الإمبراطورية اللي بتوصل لحد النهر المعكوس. طب احنا ليه سميناه النهر المعكوس؟ المصري القديم كان دايما عنده اعتقاد ان البيئة المصرية هي الاساس او هي الديفولت زي ما بيقولوا. النهر النيل هو بينبع من الجنوب للشمال، وبالتالي اي نهر عند المصري القديم بينبع من اتجاه مختلف هو نهر معكوس، رغم ان نهر النيل هو النهر الوحيد في العالم اللي بينبع من الجنوب للشمال. كل الانهار شمال جنوب شرق غرب او غرب شرق، بما فيها نهري دجلة والفرات اللي بينبعوا من الشرق للغرب. بالتالي الإمبراطورية الضخمة المهولة دي هي ملك لمصر، لملك لتحتمس الثالث. في ناس بتدعي بقى إن سيدنا سليمان هو تحتمس الثالث، وإن الإمبراطورية العظمى اللي أسسها تحتمس الثالث ما هي الإمبراطورية تخص سيدنا سليمان عليه السلام. ولكن بنرجع ونناقش علميا وأثريا إن دولة سيدنا سليمان أو مملكة إسرائيل اللي ورثها كانت ضعيفة جدا وصغيرة جدا، وإن التوسعات اللي عملها سيدنا سليمان كانت توسعات تجارية. كان عمل توسعات ما بين مملكة إسرائيل وبين مصر وبين مجموعة من المواني اللي موجودة في البحر الأحمر وبين مملكة سبأ، وتزوجه مع ملكة سبأ ده عمل انتصار ديني وسياسي أكثر منه انتصار عسكري أو توسعات، لأن كان الجيش في الوقت ده أو جيش مملكة إسرائيل كان أضعف من هو يوصل لحد مملكة سبأ في الجنوب. كان معروف عن سيدنا سليمان عليه السلام ميله للسلام، ميله للتوسعات العمرانية أكثر من التوسعات العسكرية على عكس أبوه سيدنا داود. وبالتالي هنا احنا بنلاقي في استحالة لكون سيدنا سليمان هو تحتمس الثالث أو أن مملكة إسرائيل في عهده هي صاحبة التوسع الكبير ده. في نقاشات كتير بتتم، في فيديوهات كتير على اليوتيوب بتتكلم على إن وادي الملوك الأول ده
هنكتشفه، هنلاقي فيه آثار، هنلاقي فيه أنبياء كرام. فكرة البلبلة اللي دايما هنلاقيها بتصعد وبتنزل هنلاقيها منتشرة بشكل كبير جدا، ولكن في الحقيقة كل دي معلومات خاطئة. دايما لما نربط ثابت بمتغير على أمل إن المتغير ده يتم تثبيته، هنا بتحصل خطورة. دايما لما نقرب أي فكرة من الدين احنا كده بنحمي الفكرة بتاعتنا، ولكن في الحقيقة بالعكس احنا كده بنضرها. عمرنا ما هنضر الدين، ولكن بنضر الفكرة التاريخية أو الأثرية اللي احنا بنتكلم عنها. علاقة أنبياء الله الكرام بالحضارة المصرية القديمة إلى حد كبير جدا علاقة واضحة. يمكن الحالات الإيمانية اللي هنلاقيها في العقيدة المصرية القديمة دل عليها وجود مجموعة كبيرة من الأنبياء الكرام اللي احنا ما نعرفهمش، ما نعرفش أساميهم. فكرة إن المصري القديم يبقى عنده إيمان بالآخرة والجنة والنار والثواب والعقاب، وفكرة المثل العليا اللي هو حددها دي ما جاتش من فراغ. أكيد كان في أنبياء كرام جم على أرض مصر، المصري القديم خد الأفكار بتاعتهم، ابتدى إن هو يبلورها وياخدها بالطريقة بتاعته. فكرة إن احنا ننساق حوالين أي فكرة بتتكلم عن الحضارة المصرية القديمة بشكل غير لائق، أو ربط الدين بالتاريخ ونجبر أو نعمل لي للأحداث التاريخية عشان تبقى متماشية مع الدين أو النص الديني، هنا بتبقى الخطورة. بالتالي هنا بتبقى المشكلة الكبيرة اللي احنا لازم ندافع عنها. دكتورة فاتن صلاح، تحية دكتور شريف، فكرة رائعة. أنا اللي بشكرك جدا على وجودك معنا في اللايف، وأتمنى إن الفكرة يتم التحدث عنها، وإن احنا كلنا نتكلم عن الفكرة دي ونتكلم عن الحقائق التاريخية والحقائق الأثرية. إن للأسف الشديد ربط التاريخ بالدين مع ناس جهلة أو مع ناس غير متخصصين بيبتدي يحصل فيه جدل كبير جدا. ولكن أتمنى الناس المتخصصين اللي زينا إن احنا نتكلم عن الموضوع ده بشكل أشمل وأوسع وأكبر، وإن احنا نوسع قاعدة المعلومات عشان الناس تعرف الفرق الكبير ما بين العلاقة ما بين الدين وبين التاريخ. مش عايز اطول عليكم، ولكن اتمنى تكون الفكرة الاساسية وصلت، واتمنى احنا نفضل نتكلم عن الموضوع ده، نفتح باب المناقشة ونفتح باب الجدل، ولكن لازم دايما يبقى عندنا ميل اكبر ان احنا ندور على الحقيقة. اتمنى ان حضراتكم تكونوا بخير، واي سؤال او اي استفسار انا موجود دايما نتناقش فيه في الكومنتات على الصفحة، وممكن تبعتوا لي رسائل ونتناقش على الموضوع ده، ونتقابل دايما على خير. مع السلامة.